يا مساء الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل احلى وصفة بدنجان مخلل، تاكليه جنب الملوخية بقى. تاكليه جنب السمك، بيتحط جنب صراحة يعني. البدنجان المخلل بيتحط جنب اي اكل. بنحطه جنب الفول والطعمية الصبح، بنحطه جنب اي حاجة. المهم كده بعد ما غسلته، المهم ان انت تنجيه يكون مليان شوية، ما يكونش رفيع قوي علشان لما يتسلق يبقى فيه لحم بتنجان يعني. آه، لكن لو رفيع قوي مش عقبال ما يتسلق ويتحشى مش هيبقى فيه. فهاتيه كده يكون آه، تخينة شوية كده من تحت، ومش تخينة قوي يعني. هو بيبقى اسمه اللهم صل على سيدنا محمد. بدنجان مش تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني ما تنجيهاش، نجيها وسط. هنقول النهارده كل الاسرار بتاع البدنجان المخلل، وكل يعني وصفه بصوا مش هتلاقوها موجوده غير هنا ان شاء الله. اول حاجه حطيت كده شويه ميه على النار، اول ما بداوا يغلوا نزلت بمعلقه من الملح. وبعد كده هنزل بالبدنجان طبعا غسلاه ومصفياه كويس، علشان هناخد من المية بتاعة السلج دي للخلطة بتاعتنا، الخلطة الجبارة اللي هنعملها النهاردة للبدنجان المخلل. بصوا المية حتى لو زودناها البدنجان هيفضل يطلع كده لفوق، فهنجيب طبق ونضغط على البدنجان علشان ينزل لتحت. مش هنحوش العناج بتاعته غير بعد ما يتسلق، وهقول لكم ليه دلوقتي. علشان يفضل ابيض كده وزي القطن ويبقى حلو، زي ما بتشوفوه في المطاعم بره وفي المحلات مثلا لما بتجيبوه يعني من بره. فهنسيبه مش هنفتح فيه اي فتحة ولا اي حاجة، البتنجان سليم زي ما هو. ونجيب بقى طبق يعني يعني طبق يكون تقيل، واضغط عليه عشان البدنجان لما يغلي ما يطلعش، وعشان لما يتسلق يبقى كله سوا واحد. فانا كان طبق خفيف، فمليت كوباية وحطيتها عليه فيها ميه. بعد كده هنيجي بقى للخلطة الجبارة بتاعتنا. معايا 3 ليمونات، معايا فلفلتين حمر مش حاميين، ومعايا جرن شطة حامي. لو حابة كله يبقى حامي حطي عادي الفلفل احمر حامي، بس كان الفلفل اللي موجود عندي كان مش حامي. وشوية من فصوص الثوم، وشوية من الملح، ومعلقة من الشطة، ومعلقة من الكمون. ودي كوباية من المية بتاعة البتنجان، سلق البتنجان، وشوية من الخل. جبت بقى الكبة بتاعتي، وبدأت ان انا انزل بالفلفل وجرن الشطة وشوية التوم اللي موجودين عندي. انا بعمل الطريقة دي عند ماما علشان كنا هنعمل سمك، فبنحب جنب السمك يكون موجود بدنجان مخلل صراحة، بيبقى جميل جدا. بناكله بيبقى حلو كده مع السمك. بعد كده بعد ما نزلت طبعا بالفلفل والثوم، نزلت بمعلقة الملح ومعلقة الشطة ومعلقة الكمون. وبعد كده هبدأ بقى اعصر في كل الليمون اللي معايا. حابة تزودي ليمون عادي يعني، بيدي طعم حلو جدا يعني. كل ما بتزود ليمون بيبقى يعطي طعم حلو. كمية البدنجان المخلل اللي كانت موجودة معايا كان حوالي كيلو. حابة ان انت تزودي عن كيلو زودي، يعني احنا بنحب نعمل كيلو كيلو كده، وكل ما يخلص نعمل تاني. نزلت بقى بشوية الخل ومعلقة المية اللي هي بتاعة سلق معلقة كوباية المية بتاعة سلق البدنجان. طبعا اكيد شايفين ان كانت المية لسه سخنة مولعة. وبعد كده بعد بدأت ان انا اضرب في الخليط بتاعه، وجبت طبق كده وبدأت اصفي. شايفين الخليط تقيل ازاي؟ وكمان لو زودت كمان فلفل احمر تاني كان هيبقى اتقل من كده، بس كده كان قوامه يعني حلو. ما شاء الله الخلطة جميلة جدا. شايفين طبعا بعد ما صفيت البدنجان من المية، آه لسه طبعا سخن. بحوش اللي هي العنج بتاعه بكل سهولة، بيطلع معايا زي الوردة. شايفين ازاي؟ انا علشان عايزة البدنجان يبقى ابيض، انا بحبه صراحة ابيض كده زي القطن، ما يسودش مني لما ينزل المية. فعشان كده بسلقه بالعناج بتاعته، وبعد ما يطلع بتتحش بكل سهولة طبعا علشان مسلوق كويس يعني. مسلوق 3/4 سوا، مش سوا كامل، لا 3/4 سوا.
وابدا احوش العنج بتاعه كده، احوش كل العناك بكل سهوله، ولا بسكينه ولا باي حاجه، بيطلع زي الورده كده. وما شاء الله يعني عشان مستوي حلو فبيطلع بكل سهوله. شايفين بايدي يعني، ولا بحتاج سكينه ولا اي حاجه خالص. يعني انا كنت بصور بايد، والناحيه التانية والله بحوش بها العنج، وكان بيتحاش بكل سهوله. هحوش كل الكميه اللي موجوده معايا، هحوش كل الاعناق بتاعتها. شايفين حشت. عايزه بقى افتح فتحه في البدنجان، هفتح من بعد العنج كده بشويه في في البدنجانه، فتحه تكون غويطه لجوه، علشان لما احط الخليط اللي انا عملته دلوقتي. فبفتح من بعد العنج بشوية. شايفين قلب قطن ما شاء الله، لونه القطن كده يعني. شايفين ما شاء الله. انا عشان كده مفتحتهوش غير بعد ما اتسلق، بيبقى لونه حلو من جوه وفاتح زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. بقول لكم ان احنا هنفتح من بعد العنج بشويه بالسكينه بكل سهوله، برضو بتتفتح معاكي على طول، ما بتاخدش اي مجهود. بصوا من بعد العنج بشويه وببدا افتح، عشان بس تبقوا واخدين بالكم ما تفتحوش من اول العنج، من بعد العنج بشويه وتبداوا تفتحوا كده. فتحتهم كلهم، وهبدا ان انا احط في قلبيهم الخليط. بصوا باخد كده شويه بشويه بالمعلقه الخليط. ما شاء الله طعمه حلو جدا. لو مش بتحبوه حامي استغنوا عادي عن الشطه. اهم حاجه التوم والملح والكمون، ولو موجود كمان كزبره. ما تحطوش اكتر من كده توابل في البتنجان، هو التوابل دي اللي بتبقى يعني محببه اكتر حاجه للبتنجان. ولو مش بتحبوا الفلفل حامي زي ما بقولك، حطوا فلفل بيبقى فيه فلفل بارد. هبدأ بقى احط في قلبهم كلهم الخليط بقى، وهجيب علبة تكون محكمة واغطيهم واحطهم في التلاجة بقى، واطلع على الاستخدام على طول. يعني مثلا هطلع الصبح مثلا 2 جنب الفطار، جنب اي اكلة احنا كده بنحبها. يعني ما رجحوش تاني على اللي موجود في العلبة، اخليه في نفس الطبق بتاعه جوه التلاجة، لكن ما رجحوش على اللي لسه موجود في العلبة وما استخدمناهوش، عشان ما يبص مني، فيفضل محتفظ كده زي ما هو يعني، ما يبص، يفضل اكتر. ممكن يقعد معاكي لو عامله كميه، ممكن تقعد معاكي 3 شهور لو عامله كميه كبيره. باقي الخليط اللي فضل مني هبدا ان انا انزل بيه كده على البدنجان. شايفين. هبدا بقى اغطيها، وممكن في نفس اليوم زي ما احنا، ما انا عملت اكلنا منه. يعني في نفس اليوم اكلنا من البتنجان ده، زي ما قلتلكوا، عشان حطيناه جنب السمك بيبقى حلو جدا. واكيد الناس كتير بتحبوا البتنجان المخلل جنب السمك. شايفين الخليط لونه احمر ازاي من الفلفل الاحمر، ما شاء الله. بصوا، والمية لازم تكون كتيرة كده علشان يعني تغطي البتنجان، وتفضل يعني تحافظ على البتنجان